عامل زي شريط الكاسيت لما يتقطع ويفوت ويفضل يلف على الفاضي. ازاي تقدر تكمل في الحياة وروحك كل يوم تنقص جزء؟ انا بمنع الاجابة، في الحقيقة انا بمنع كل شيء. ليه تفضل في مكان مالكش فيه اي دور؟ ده السؤال اللي بفضل ازن بيه واقنع عقلك ان ملوش اجابة، وان الاجابة على السؤال ده هي انك تمشي. يلا انا معاك اهو. من 3 أيام قعدت مع امي وحكيت لها. قعدت تصرخ وتصوت. حاولت اهديها على قد ما اقدر، ما عرفتش. من ساعتها وانا بره البيت. انا عبد الحميد حامد، بالمعاش، 64 سنة. ها، مين فيكم هيحل رقم 3؟ اتفضلي. 17 يا أستاذ. برافو يا نرمين. يا مستر احنا مش اتكلمنا على الحاجات دي؟ يا سلام، خلاص لما تحلي صح مش هبديكي حاجة تانية يا نسا يا كبيرة. شكرا. وبعدين يا عترة، هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حوده واهدى، دلوقتي ترزق. ماذا؟ الحقد. حسن، كان ينك ينطقها نطقا سيئا للغاية. إذا فأنت تحتقرينني. أنتم جميعا تساومون على ما تفعلون باسم الحب الخسيس، أما أنا فلا أحب شيئا، بل أحقد. نعم أحقد على أمثالي. فماذا يبديني حبهم؟ لقد عرفته في المعتقل منذ 3 سنوات وأنا أحملها على صدري. فهل تريدين أن أحمل قنبلة كما لو كنت أحمل صليبا؟ إذا بإمكانك أنت نفسك يا ستيبان أن تلقي قنبلة على طفلي وعيناك مفتوحتان؟ في إمكاني، ما دامت المنظمة هي التي أمرتني بذلك. لماذا تغلق عيناك إذا؟ في اليوم الذي نقرر فيه إغفال الأطفال من حسابنا فإننا ننصر الثورة. في ذلك اليوم تصبح الثورة مكروهة من الإنسانية كلها. وماذا يهم؟ طالما كنا نحب الثورة حبا يجعلنا نفرضها على الإنسانية كلها وننقذ الإنسانية من نفسها ومن عبوديتها. وإذا كانت الإنسانية كلها ترفض الثورة، وإذا كان الشعب كله الذي يكافح من أجله يرفض أن تقتل أطفاله، هل ستضربه أيضا؟ نعم، ولو اقتضى الأمر وإلى أن يفهم. أنا أيضا أحب الشعب. ليس للحب هذا الوجه. من قال هذا؟ أنا دورة، أنت امرأة وفكرتك عن الحب فكرة خاطئة. ولكن فكرتي عن العار ليست خاطئة. العار؟ لقد أحسست بالعار مرة واحدة. كان هذا عندما ضربوني بالسياط. أتعرفين ما هو ضرب السياط؟ كانت فيرا إلى جواري وانتحرت احتجاجا، أما أنا فقد عشت. ما الذي يجعلني أشعر بالعار الآن؟ ستيبان، انظري، هذه هي آثار حبهم. فهل تحتقرينني بعد الآن؟ من ذا الذي يحتقر الألم يا ستيبان؟ سامحيني يا دورة. أعوام من النضال والمخبرين والمعتقلات، وفي النهاية هذه لقد بقيت لي على الأقل قوة الحقد، وهذا أفضل بكثير
من ألا أحس بشيء على الإطلاق.